أيها المستمعون الأفاضل، تحية إكبار ومحبة. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من مسح على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، ومحى عنه بكل شعرة سيئة، ورفع له بكل شعرة درجة. من أخلاق المسلم الكريمة الإحسان لليتيم اللي فقد بوه وإلا أمه، ولا فقدهم الاثنين. والإحسان يكون بإيصال الطعام والشراب والكسوة وحسن التربية والمعاملة الطيبة، وتقريبه ليه كيف واحد من ولاده وإلا أكثر، على خاطر ناقص الغذاء العاطفي من عند والديه. والغذاء العاطفي هو الحنان والمحبة اللي ميقلوش أهمية على الغذاء المادي، الماكلة والشرب. وشوفوا الحديث الشريف اللي بديت به الحصة، قداش ربي سبحانه وتعالى تكرم على كاف اليتيم من كتابة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات. وربي سبحانه وتعالى يغار على اليتيم كيف يتمس بسوء ويهتز له عرش الرحمن بكله. الله الله. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان يحس قسوة في قلبه، ما فيش رحمة للناس، ما عليه كان يمسح راس اليتيم ويوكله من ماكلته، أتويلين قلبه وتتنحى القسوة الموجودة فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق نبيا لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وألان له الكلام ورحم يتمه وضعفه. وإكرام اليتامى ابتغاء مرضات الله يغرس المحبة بين أفراد المجتمع اللي يلزم يكونوا كيف البنيان المرصوص. والله لا يضيع أجر المحسنين. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع والاهتمام، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. نتمنى لكم الصحة والسعادة والاطمئنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.